ستيني يغتصب طفلة تعاني من إعاقة ذهنية بإقليم الحوز. وإلى التفاصيل. علمت مصادر مطلعة أن دوار تلاست التابع للجماعة الترابية غدوين بإقليم الحوز اهتز على وقع جريمة اغتصاب نتج عنه حمل في حق طفلة عمرها 14 سنة تعاني من إعاقة ذهنية من طرف رجل في الستينات من عمره. وبحسب إفادة والد الضحية فإن ابنته التي لا تزال تتابع دراستها بالمستوى الابتدائي أكدت تعرضها للاغتصاب من طرف المتهم البالغ من العمر 64 عاما إلى جانب ابن عم والدها، ما أدى إلى افتضاض بكارتها وتسبب في حملها في شهرها الرابع. ودعت الجمعية الحقوقية الجهات المكلفة بالبحث والتدقيق إلى التفاعل بالسرعة اللازمة نظرا لخطورة الجريمة واتخاذ ما يفرضه القانون. وللإشارة فإن الجمعية أكدت في بلاغ رسمي لها أنها ستنشر كل تفاصيل الملف بعد التواصل المباشر مع جد الضحية والعائلة والتحقيق لتدقيق المعطيات.